يا صباح الفل والورد والياسمين على أغلى متابعين في الدنيا، ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة بقى إن شاء الله هعمل لكم فيديو حلو وروتين حلو زيكم كده. النهاردة بقى حوالي كده صحيت الساعة 8 الصبح، نزلت السوق أنا وعمتي أخت جوزي. عمتي أخت جوزي عدت عليا ورحنا السوق سوا. ما شاء الله سوقنا، جبنا خيار وجبنا طماطم وجبنا سفندي وجبنا كل اللي ناقصنا. عايزة اقول لكم كيلو الخيار بقى ب30 جنيه، ما شاء الله الاسعار غليت، بقت الاسعار فوق. طبعا بقى انتوا عارفين دخلة رمضان الاسعار بتغلى. وطبعا بقى جبنا كيلو الطماطم ب15 جنيه ما شاء الله. كان الفترة اللي فاتت كيلو الطماطم كنا بنجيبه ب5 جنيه. بس طبعا بقى انتوا عارفين دخلة رمضان الاسعار بتتغير والحاجة بتغلى، والفراخ غليت ما شاء الله عدت ال80. ما شاء الله الاسعار يعني غليت. الله المستعان. طبعا بقى جبنا سفند انا وعمتي الله يبارك لها. تسوقنا تسويقة حلوة، جبنا كل اللي ناقصنا ما شاء الله. طبعا بقى عندنا السوق دوت في وسط البلد بنجيب منه كل حاجة. وطبعا دي الفاكهة، وجبنا سفندي، جبنا 3 كيلو سفندي ب50. وبعد كده بقى رحنا المطعم علشان نجيب فول وطعمية سخنين. جبنا فول وبعدين جبت طعمية، وبعد كده بقى عندنا في وسط البلد كده مخبز بيبيع عيش بلبن، جبنا منه عيش بلبن، العيش بتاعه ما شاء الله جميل. وجبنا خضار وجبنا بصل وجبنا خضرة ما شاء الله الله أكبر، جبنا كل اللي ناقصنا. وبعد كده بقى هروح عند ماما، لأن اليوم ده النهاردة بقى الروتين هيبقى عند ماما، روتين مختلف وجميل. طبعا بقى قلت اما اصور لكم كده اغير لكم في روتينات الشقه. طبعا بقى قلت لماما تعالي يا ماما نروح ناكل في الارض، اجواء الارض، ونصور لهم الاجواء ديت الجميله دي، اجواء الريف المصري. هي اصلا الارض جنبنا يعني مش بعيده، مش هنروح مشوار لها ولا كده، لا الارض جنبنا. ما شاء الله حوالين الارض بقى كرنب، وهنجيب بقى كرنب من الارض وهنعمل لكم محشي، وما شاء الله الفيديو ده هيبقى جميل ما شاء الله، هيبقى تحفه زيكم كده. طبعا بقى هنعمل محشي لان انتوا عارفين الجو ده بقى ساقعه، فلازم المحشي فيه بيبقى حلو. وبعد كده بقى هنروح الارض لان ماما تعمل فطار، جبت لها فول وجبت لها طعميه وعملت بيض وعملت ملوخيه وما شاء الله. ده بقى كنا رحنا الارض وفرشنا السجاده بتاعتنا الحلوه دي كده، والصينيه بتاعتنا، وبعد كده هنفطر بقى. وطبعا بقى عديت على مرات عمي لان مرات عمي جنبنا، ما بنعرفش نروح حته الا من غيرها. ليه؟ لان هي بتحل القعده وبتضحكنا وبتقعد معانا. رحنا خبطت عليها ما كانتش راضيه تيجي معايا، قلت لها مش هروح من غيرك والله، لا انت جايه معايا. جت معانا، وطبعا بقى قعدنا نضحك ونهزر وكده. وخدنا توم معانا وقشرنا التوم بتاعنا في الارض. وجبت لكم لقطه صغيره كده لمرات عمي ما شاء الله، دايما مبتسمه كده وبتضحك، ربنا يديها الصحه والعافيه يا رب. ما شاء الله الله اكبر، كان يوم جميل والله العظيم، كنت مبسوطه جدا باليوم ده. لان طبعا انتوا عارفين بقى ان انا كنت لسه متجوزه برضو بقالي فتره صغيره، وقاعده في الشقه ما بطلعش بره. فرحت غيرت جو في الارض دي، قدامي بقى اجواء جميله، الخضره والكرنب والاجواء ما شاء الله كانت جميله. وكانت الاجواء جميله، وده الفطار. كانت ماما عامله بطاطس وجبنه وبيض وملوخيه وخيار وطماطم، كانت عامله انواع الفطار. وقعدنا فطرنا وبألف هنا والحمد لله. وبعد بقى ما نفطر كده والحمد لله، حوالينا أراضي الكرنب، هي أصلا أراضي الكرنب دي بتاعت عم بابا. فطبعا ندهنا على مرات عمي، وجت معانا تجيب لنا الكرنب، لأن الكرنب بتاعها جميل ومسكر وما شاء الله. وانتوا عارفين ان الكرنب في الشتا ده بيبقى طعمه زي العسل، وبيدفينا في الشتا. طبعا بقى انت تعملي ايه في الشتا ده؟ تاخدي كده عيالك، ولو في أرض حواليكي كده تروحي تفطروا فطار حلو كده في الأرض وتغيري جو، كفاية الأجواء الريف اللي قدامك دي ما شاء الله. وانا بقى خدت لكم لقطه من الفيديو بالكرومبا قدامكم وانتوا شايفين ما شاء الله. عايزه اقول لكم ان انا روحت اليوم ده ما كنتش قادره انساه من جماله وحلاوته. مرات عمي ضحكتني ضحك اليوم ده والله العظيم ما بطلت ضحك، كان يوم مش قادره اقول لكم. هي اصلا مرات عمي انا بحب القعده بتاعتها لان دايما بتضحكني، يعني لو انت شايله هم الدنيا ده كله هي بتفك عنك. وده طبعا كان اخويا معايا وبيوريكوا الكرنب بقى، بيقول لكم شايفين الكرنب ما شاء الله. عايزه اقول لكم ان انا قعدت 5 ايام ما طلعتش بره، فغيرت جو لان كنت تعبانه زي ما انتوا عارفين، زي ما ماما كانت قايله لكم. لان كان عندي نزله معويه جديده، رحت كشفت بص. خدوني المستشفى دي قالوا لي اشتباه في الزايده، وخدوني المستشفى التانية، وكان عندي نزله معويه جديده. عايزه اقول لكم والله العظيم انا شفت الموت. يعني الحمد لله انا كنت فين وبقيت فين. وطبعا بقى طلعت اسجل لكم برضك عشان اطمنكم عليا. والحمد لله الحمد لله على كل حال.
طبعًا بقى زي ما أنتم عارفين إن أنا فضلت 5 أيام ما أطلعش برّه ولا أشوف الشمس ولا أشوف أي حاجة، فمرات عمي بقى خدتني وغيّرت جو بقى، وطبعًا ماما قالت لي: "يا تغريد تعالي اتغدي معايا النهارده هاعمل لكم محشي حلو، تعالي اتغدي معايا بقى وغيّري جو." وده بقى باورّيكم الأجواء اللي حوالينا وأجواء الشجر والكرنب وما شاء الله. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، يا اجمل متابعين في الدنيا، يعلم ربنا انا بحبكم قد ايه. طبعا بقى كل واحده علقت لي في التعليق ودعت لي دعوه حلوه، ربنا يخليكم لينا وما نتحرم من كلامكم الحلو والجميل ده دايما. ربنا يخليكم لينا ودايما منورين حياتنا كده. شكرًا على كل واحدة دعت لي دعوة حلوة وكتبت لي تعليق حلو، ربنا يكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطرنا. وطبعًا بقى ده الفيديو كان روّحنا بقى وعلّقنا على الأكل، علشان هنعمل المحشي النهارده على إيه، هنعمل المحشي على الكانون. النهارده بقى الفيديو ما شاء الله جايبين لكم كُلّه أجواء حلوة وبلدي وجميلة ما شاء الله. يا صباح الفل والورد والياسمين على احلى متابعين في الدنيا. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ صباح الرضا والجمال، صباح المانجا والسكر، صباح الهنا، صباح السعادة والسكر الزيادة على احلى واجمل متابعين في الدنيا. قبل ما نبدأ الكلام يا حبايبي تعالوا نصلوا على النبي. صلوا على النبي يا حبايبي عليه الصلاة والسلام. ايه يا ام تغريد انت صاحية بقى نشيطة ومجهزة فطار من بدري وعاملة غدا وعاملة محشي ما شاء الله. النهارده تغريد بقى جت قضت اليوم معايا وكانت تعبانة زي ما أنا كنت قايلة لكم كانت تعبانة، قُلت لها تعالي يا تغريد هاضحّكِك النهارده لمّا تقولي بس، قالت لي خلاص ماشي يا ماما، جات وعملت أكل وعملت فطار ورُحنا الأرض ما شاء الله، رُحنا بقى قعدنا هناك أنا وسلفتي سِت أم محمد دي ما شاء الله عليها ربنا يحميها يا رب. وطبعًا تغريد باقول لها: "عايزة تاكلي محشي وإيه يا تغريد؟" قالت: "عايزة آكل محشي واعملي بطة واعملي فرخة." جاية تحقق أحلامها عندي، قُلت لها: "ما شاء الله يا تغريد هاعمل لِك اللي أنتِ عايزاه والله." وطبعًا عملت لها المحشي، أنا مش قادرة أقول لكم المحشي ده ما بياخدش نُص ساعة، عندي استعداد أعمله كل يوم، والله العظيم المحشي ده عندي استعداد أعمله يوم ويوم أو كل يوم، ما شاء الله عليَّ، تسلم إيديّا وحياة عينيّا. تغريد نزلت السوق جابت له طماطم وجابت له خضرة وجات عملت التسبيكة على طول سبكت للمحشي ورحنا فطرنا واحنا راجعين جبت الكرنب من الأرض بقى لسه مقطوع بقى طازة وقلت لها يا تغريد هعملهولك على الكانون وما شاء الله كنت خلصته وحشيته وطلعت عملته على الكانون وولعت عليه. شايفين بقى شوية محشي ما شاء الله. طبعا المحشي ده في الشتاء بيبقى تحفة. تسلم ايديا وحياة عينيا. إيه رأيكم بقى؟ أم تغريد سريعة في ثانية، عملت فطار وفي ثانية عملت المحشي وخلّصت والحمد لله. متابعينا حبايب قلبي عاملين إيه؟ ربنا يخليكم ليّا يا رب وما تحرم منكم أبدًا، ولا من تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرّحني. ربنا يكبر بخاطر كل واحدة علّقت لي تعليق حلو. ربنا يفرّح قلبها يا رب وما تحرم منها أبدًا وتفرح بعيالها. وكل سنة وأنتم طيبين وكل 100 سنة وأنتم طيبين بمناسبة رمضان، وربنا يجعله رمضان سعيد يا رب ويهِل عليكم بالفرح وبالسعادة. اللهم آمين. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، والله العظيم ما قادرة أقول لكم على حلاوة المحشي وطعامة المحشي، كان جميل. جيت على طول علّقت على التقلية وسلقت الكرنب، وطبعًا كنت غاسلة الفرخة وغاسلة البطاية ما شاء الله، وعلّقت على الأكل ولسه بقى المحشي أمّا يستوي هنحمّر وناكل على طول. وقُلنا دايمًا على طول نصلّي على النبي ونذكر الله عليه الصلاة والسلام. تترحمي على أمي وأبويا وموتانا أجمعين يا رب العالمين، اللهم آمين. والله العظيم ما قادرة أقول لكم على ريحة المحشي ده وهو على الكانون. والله لو أقول لكم لو أنتم قريبين مني يا حبايبي تعالوا اتغدوا معانا. لو أنتم قريبين مني هاقول لكم بألف هنا تعالوا والله اتغدوا معايا. ما شاء الله إلا ريحته بقى وإلا طعمه في حتة تانية. تسلم إيديا وحياة عينيا. طبعًا بقى خلّصت قُلت بقى أهدّي على المحشي فوق سِبته، قُلت يتردد وهانزل أحمّر على طول عشان نتغدى. حمّرت البطاية ما شاء الله بألف هنا يا رب لكل اللي كَل منها. وقُلنا دايمًا على طول نصلّي على النبي ونذكر الله عليه الصلاة والسلام. زي ما أنتم شايفين كده قُلت لكم قبل كده أنا باحب اللون بتاع التحمير ده، لا باحب أحمّره أوي ولا أحرقه أوي، أنا باحب اللون الطبيعي الجميل ده، الدهبي تحفة. نسيت أقول لكم يا حبايب قلبي والله العظيم وعملت محشي خَصّ، محشي مثلثات. عملت شوية محشي خَصّ كان تحفة، محشي خَصّ ومحشي كرنب وفلفل، روّقت على تغريد النهارده، قُلت لها بُصّي بقى أنتِ قايمة تعبانة هادلّعِك النهارده، قالت لي حاضر يا ماما، تسلم إيديكِ، ربنا يخلّيها لي يا رب واشوفها أحسن واحدة في الدنيا، اللهم آمين. شايفين بقى عمّالة أقول لكم بقى شايفين المحشي بتاع أم تغريد في حتة تانية، تسلم إيديا وحياة عينيا. طبعًا هنجهّز الغدا على طول عشان أنتم عارفين حلاوة المحشي وهو ساخن، أحلى حاجة في المحشي على طول وهو ساخن تقومي واكلة على طول، ما شاء الله.
باخلّص وباطلع أبُص على حاجة فوق، خلّصت تحت طبعًا المحشي الخاص معلّقة عليه تحت، محشي الكرنب معلّقاه فوق، بانزل بقى أبُص هنا وأطلع وأنزل وأطلع وأنزل وما شاء الله، قُلنا دايمًا على طول نصلّي على النبي ونذكر الله عليه الصلاة والسلام. والله العظيم يا حبايبي ما قادرة أقول لكم على حلاوة المحشي، الحتة كانت ساقعة بقى والجو كان مغيّم كده والحتة ساقعة، قُلت لأ ده أنا على طول في ثانية إلا ثانية أكون عملت المحشي، والله ما خَد منّي حاجة أسرع واحدة بتعمل المحشي على طول ما شاء الله، وطبعًا هنخلّص على طول ونتغدى ونحمد ربنا والحمد لله يا رب على كل حال، والنهارده بقى قالت لي: "يا ماما أنا هاقضّي اليوم معاكِ." قُلت لها: "ماشي." ما شاء الله، شايفين بقى المحشي مفلفل ولا واحدة معجنة وعلى طول ما شاء الله، شايفين مفلفل إزاي وساخن جميل، تسلم إيديّا وحياة عينيّا، لو أنتم قريبين مني يا حبايبي هاقول لكم تعالوا اتغدوا معانا ما شاء الله، الصينية التانية هاحط عليها المحشي الخاص، الطريقة جاية لوحدها واحدة، واحدة، وجايبة لكم الخطوات واحدة، واحدة، ما شاء الله، وقُلنا دايمًا على طول نصلّي على النبي ونذكر الله عليه الصلاة والسلام، شايفين؟ ما شاء الله، ما تنسوش اللايك، أنا هاقول لكم الوقت أهم حاجة اللايك. يا حبايب قلبي وانتم بتتفرجوا عليا ما تنسوش اللايك اهم حاجه اللايك والاشتراك في القناه ما تبخليش عليا باللايك الحلو عامله لكم فيديو جميل وهتتبسطوا منه متابعين يا حبايب قلبي لو اول مره بتشوفونا دي قناه يومياتي انا وماما يا ريت فيديوهاتنا تعجبكم وتبقى خفيفه على قلبكم وان شاء الله الايام الجايه تغريدها هتنزل لكم فيديوهات احسن واحسن وربنا يخليكم ليا وما تحرم من احلى متابعين في الدنيا حبيبة قلبي لو أول مرة لسه بتشوف القناة بتاعتنا ما تبخلش علينا باللايك الحلو والمشاركة الحلوة وربنا يكبر بخاطر كل واحدة عملت لنا متابعة وربنا يفرح قلبها يا رب وإن شاء الله ننزل لكم فيديوهات أحسن وأحسن مع السلامة يا حبايب قلبي هتوحشونا مع ألف سلامة.